السلام عليكم، صباح الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ ما تيجي نعمل جوله على الكورنيش. الكورنيش وحشني، بقالي اسبوع كده ما مشيتش عليه. عاملين ايه يا جماعه؟ معلش انا اليومين اللي فاتوا ما عملتش فيديوهات، كان عندي شويه حركات كده مخليني ما انزلش اصلا من البيت، بس الحمد لله خير يعني. المهم انتوا كويسين؟ ما تصلوا على النبي وتيجي بقى كده نعمل لكم فيديو سريع على الكورنيش كده. الفيديو ايه؟ عارفين الفيديوهات اللي هي 5 دقايق دي على الكورنيش؟ تعالوا اتفرجوا على الكورنيش. انا دلوقتي لسه نازل من كوبري تحيا مصر عند المنطقه بتاعت شبرا ورود الفرج وكده، ورايحين كده اتجاه التحرير واتجاه مسبيرو. يعني احنا على كورنيش النيل في القاهره يا جماعه، ماشي؟ احنا ماشيين مع بعض كده بنصور لكم الكورنيش، ومش هنمسح حاجه بقى ولا نقطع حاجه ولا نعمل اي حاجه. هو بس انتوا عارفين الصوت بيختلف، بس لما بنرفع الفيديو الصوت بيبوظ، بس انتوا فاهمين القصه بتاعت الصوت دي بقى، ماشي؟ فاحنا هنعمل لكم فيديو كده يعني ايه، وننزله زي ما هو، مش هنفكر. المهم انتوا عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى ايه، داخلين على عيد الاضحى والايام الجميله والايام الحلوه. وايه تاني وايه تاني وايه تاني اقول لكم ايه تاني؟ المهم انتوا وحشيني والله. انا بقالي يومين كده ايه ما بنزلش حاجه، حاسس ان انا ايه في حاجه ناقصاني، مش عارف. انا بقى ادمنت القصه بتاعت اليوتيوب دي ولا ايه؟ الناس اللي فاهمين في اليوتيوب يا جماعه يقولوا لي، يعني هو ده ادمان؟ عارفين اللي هو انا مشغول في حاجه مهمه جدا، بس دماغي عماله شغاله بيكم او بالقناه دي، عماله اقول انا ما بنزلش، انا ما بعملش. المفروض ان انا يعني لما حاجه زي كده المفروض ان انا مثلا ايه، هو في يا جدعان؟ يا ريتني ما نزلت يا جدعان. في حادثه، في زحمه، الطريق واقف والناس بترجع، بس انا ما برجعش ابدا، عمري ما ارجع ابدا، عمري ما ارجع بظهري ابدا. احنا نمشي على طول واللي يحصل يحصل، ما بيهمناش. في حاجه كده، في حادثه، في مشكله، بس مش معقول دي زحمه، يعني ما فيش زحمه من هنا، يعني مستحيل. زحمه من هنا دي مستحيل، الموضوع كده يبقى كبير يعني. بكره الزحمه، بكره الزحمه. انا مش عارف دلوقتي ماذا افعل. انا بكره الزحمه. انا هوقف بقى لما نخش عند القصه بتاعت الزحمه دي نشغل تاني. هي الزحمه كان سببها ايه يا جدعان؟ الطريق مره واحده كده فتح، الطريق كان زحمه وبعد كده فتح، كان سببها ايه؟ ماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ احنا عايزين نعرف ايه السبب في اللي احنا كنا فيه ده. هو لو امين شرطه واقف هنا في نزله الكوبري يبقى هو اللي كان موقف الطريق اللي جاي، بس مفيش حد، مفيش حاجه هنا. وادي الطريق وقف تاني. عايزين نعرف الناس بتقف ليه. ماذا يحدث؟ حادثه مثلا، كمين. بس كده الموضوع يعني مش واقفه الناس بتمشي. الله، يعني الناس بتقف خالص ومره واحده تجري. الناس تقف، في حد مثلا بيروح واقف مره واحده بعربيته في نص الطريق وبعد كده يروح جري، يقف ويجري، بيجننا يعني ولا بيعمل ايه؟ طبعا مش عارف انا.
يا رب اشفي كل مريض يا رب. عايزين نعرف قرار القصة بتاعت الزحمة. هو طريق الكورنيش ده بصراحة محتاج شغل برضه، محتاج توسعات ومحتاج شغل وسفلاتة، والطريق برضه مطبات وبتاع. عايزين نعمل شوية توسعات هنا. خلاص يا جماعة خشوا على المنطقة دي ظبطوا. يا مصر. احنا خلاص داخلين على المنطقة بتاعت امبابة او بتاعت السبتية، ومفيش حاجة، مفيش حاجة ظهرت. ما هي كانت الدنيا واقفة ليه يا جدعان؟ وانا عارف ان المدخل بتاع الاشارة بتاعت السبتية دي بيبقى واقف عندها دايما زي كمين كده يشوف الرخص وكده. ممكن هو اللي مثلا بيمشي الطريق شوية لما بيشك في عربية يقف هات رخصك كده يمشي الطريق كده، ممكن صح. لأن الوقوف مرة واحدة كده ونمشي ده مش طبيعي. صح. هو كمين. هو يشوفني دلوقتي أنا بصور هيسحب الرخص ويقول لي أنت بقى قاعد فاضي قاعد بتصور بقى وسايب الطريق عشان تعمل حادثة. طب أنا هسحب الرخص بقى مخالفة إن أنت بتصور الطريق. يا مجنون يا مجنون راكب اهو. وادي اتجنن دخل كده داخله. ماشي. فين بقى الكمين اللي كان بيقف هنا؟ المفروض بيقف هنا. مفيش كمين ولا في كمين؟ فين الكمين؟ الله مفيش اي حاجه. لسه قدام شويه. يا جدعان انا مش عايز الجوله تطول يا جماعه بقى عايزين نخلص يا جماعه. انا قلت اعمل جوله 5 دقايق، انا دخلت في كام دقيقه دلوقتي؟ والله انا مش شايف. المهم ان انتوا شايفين. انا حاسس ان انا عديت ال7 دقايق ولا لسه؟ انا مش شايف. العداد مش باين. المفروض ان الدخله الشمال دي دخلة السبتية، خش شمال كده خش السبتية. ايوه وقف هو الطريق وقف. هو بقى المفروض ان الامناء الشرطه واقفين قدام شويه. اجهز بقى انا عشان اقفل التصوير على طول اول ما اشوفه. نجهز بقى. 1 انا لسه ما شفتهمش، انا متداري كده في الاتوبيس، انا مستخبي. مستخبى يا جدعان. الله مش حد واقف. واقفين هنا مفيش حد واقف. احنا خلاص داخلين على النفق ومفيش حد واقف. لا ده نفصل بقى كده ايه. ادينا عدينا من النفق يا جماعه. انا فصلت عند النفق لما لقيت زحمه قوي، وشغلت اهو عند ممشى اهل مصر. مفيش اي حاجه تقول لنا هو الطريق كان واقف ليه، ولا الطريق كل شويه بيقف ليه. مش عارفين والله ماذا يحدث. احنا دلوقتي عند ممشى اهل مصر على كورنيش النيل بالقاهره، داخلين على كوبري 15 مايو، وقدام شويه كده على الشمال مسبيرو، وعلى طول في وشنا طبعا هنروح التحرير، نلعب عبد المنعم رياض، نروح المعادي، نروح اي حته عادي. يا جدعان احنا فين
فين يا جماعة دلوقتي؟ احنا على كورنيش النيل خلاص، داخلين اهو عند البنك الاهلي، وداخلين على كوبري زي ما قلت لكم 15. الطريق ماشي خالص زي الفل، بس مش عارف ايه السر، ايه السر في ان احنا وقفنا كتير كده؟ مش عارفين ماذا يحدث. هو ما كانش الكورنيش بياخد 5 دقايق. ماشي، دلوقتي داخلين على المنطقة بتاعت البنك الأهلي، وبعد البنك الأهلي كوبري 15 مايو. برضو ده لسه بيقف، لسه الطريق بيقف يا جدعان. هموت واعرف مين اللي قدام، مين اللي قدام بيدوس فرامل يا جدعان. ولا طريق زحمه عادي عادي، لو بنقول ده احنا زحمه عادي نفضل واقفين كده طول الطريق وفي الاخر طريق زحمه عادي. خلاص يا جماعه هو طريق زحمه عادي، واحنا دلوقتي لو كملنا على طول هنروح المعادي، وكل شيء خلاص بقى عادي، والحمد لله اللي جت على كده وقدر ولطف. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. انا عملت الفيديو اصلا علشان اقول لكم وحشتوني، بس ان شاء الله انتظروني الايام اللي جايه هعمل لكم شويه فيديوهات حلوه، علشان كده ايه انا وعدتكم كتير الحمد لله وخلفت، ولازم يعني وعد الحر دين عليه. وانا المره دي بقى ايه، انا حر بقى في اللي انا بعمله، ماشي؟ فانا هعمل لكم سلام.